ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نورهان من نوزي's كيتشن. النهارده هنعمل مع بعض ريش ضاني مشويه على الفحم. يلا نشوف الطريقه. عندي هنا في بوله كبيره هبدا احط معلقه كبيره من الفلفل الاسود ومعلقه كبيره من بهارات اللحمه، وهحط كمان معلقه كبيره من البابريكا المدخنه. لو مش موجودة مش مشكلة، نحط البابريكا العادية او ممكن نحذفها خالص. وهحط معلقة كبيرة من الملح واقلب التتبيلة كلها مع بعضها. بعد كده هبدأ اضيف حوالي معلقة لمعلقتين عسل. العسل بيساعد ان اللحمة بتاعتنا تكون طرية وبيدي طعم حلو جدا. بعد كده هعصر عصير ليمونة كاملة على التتبيلة واقلبها كويس جدا. هقلب التتبيلة كلها مع بعضها كويس. بعد كده هبدأ هنا اضيف الثوم. عندي حوالي من 4 ل5 فصوص ثوم كبار. هقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هحط رشة جوز الطيب. بعد كده هبدأ اضيف زيت الزيتون. هضيف حوالي 4 معالق زيت زيتون، ولو احتجت هزود تاني. بعد كده هقلب التتبيلة كلها مع بعضها كويس، وهحط كمان زعتر جاف بيدي نكهة تحفة مع الشوي. كده خلاص التتبيله جهزت معايا. قلبتها وهبدا اضيف اللحمه. هضيف اللحمه بالتدريج علشان اتاكد ان كل قطعه لحمه عندي اتغلفت بالتتبيله كويس جدا. انا هنا احتجت زيت زيتون زياده حوالي معلقتين. لو حسيتوا ان التتبيله محتاجه زيت زياده ضيفولها. انا هنا اللحمه عندي خلاص كلها اتغلفت كويس بالتتبيله. هغطيها ببلاستيك فيلم وهسيبها في التلاجة ليله كامله. يفضل ان احنا نسيبها ليله كامله عشان كلها شربت من التتبيله وطعمها يكون احلى. لو ما فيش وقت هنسيبها اقل حاجه 3 ساعات. انا هنا بدات اشويها وضفت راس توم قسمتها نصين وشويتها معاها، بتفرق جدا في الطعم. وكل شويه واحنا بنشوي معانا باقي التتبيله بضيف له زيت زيتون زياده، وببدا ادهن بيه اللحمه بتاعتي وبدهن بيه اي خضار انا بشويه. انا هنا عملت فلفل الوان ومشروم وتوم وبتنجان. اتاكدوا ان النار بتاعتكم ما تكونش عاليه قوي لان اللحمه بتنزل دهونها وهتعلي النار معاكم. وده الشكل النهائي للطبق. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وهستنى رايكم.